فترة حسين عموتة، إذا نتحدث عن حسين عموتة من بداية هذه المهمة والمواجهات الودية والملاحظات الكثيرة والانتقادات إلى نهائيات كأس آسيا وظهور منتخبنا بهذا الشكل، ماذا حدث مع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني وماذا كان يريد حسين عموتة؟ هل كان يريد أن يبدأ مع المنتخب بأسلوب جديد لم يتأقلم اللاعبين على هذا الأسلوب، تعرضنا للخسارات، أم أن موضوع اليوم الكل بيحكي الروح اللاعبين؟ شو اللي صار مع منتخبنا الوطني ما بين مباريات ودية ومباريات رسمية في نهائيات الآسيوية؟ يعني شوف، فترة كابتن حسين عموتة لما أجى، يعني أولا هو مدرب في المنطقة، يمكن هاي أول تجربة له في المنطقة كلها، يعني هذا واحد. اثنين، هو أجى بفكر مختلف تماما عن فكر الكابتن عدنان حمد اللي كان يشتغل قبله في مع المنتخب الوطني، فبالتالي هو أجى وحامل فكر معين، فحاول إنه يطبق هذا الفكر. أكيد أي بدايات راح تكون بدايات صعبة، أي بدايات ممكن تبدأ فيها تكون بدايات صعبة وبتكون النتائج سيئة. نعم. وبتتحقق يعني وتصير في نقاد بشكل عام. أي عمل وخصوصا في العمل الرياضي اللي احنا نشتغل فيه، هذا بيحتاج إلى وقت طويل. طبعا حسين عموتة قديش صار له يعني بدرب المنتخب هو يعني 4 شهور أو 5 شهور أو 6 شهور أو 7 شهور، حتى هو أجى على المباريات كانت مبرمجة مسبقا، يعني لما أجى كان في مباريات مبرمجة مسبقا وهو لعبها وتمت الخسارات. أنا بحكي لك، أنا لا حتى الآن ما بمجد من عمل حسين عموتة، لأنه حسين عموتة أمامه عمل طويل. صحيح. في الفكر اللي بيشتغل فيه، هذا فكر طويل. ليش؟ لأنه إحنا في الدوري الأردني عندنا هون، أنا بدي أحكي لك بشغلة. إحنا بنلعب كل الدوري الأردني، كل أندية الدوري الأردني بتلعب 4-2-3-1، وبتدافع ب4-5-1 أو 5-4-1. فهو أجى لعب، يعني أول ما أجى لعب 4-3-3. هذا شيء جديد، هذا لعب هجومي، يعني في لعب هجومي، في لعب بيعتمد على فتح الملعب من الاطراف. انا ما بدي احكي فنيا حاليا، بس انا بحكي لك فلسفه الرجل يعني مثلا. بعدين وجدناه اليوم بيلعب في البطوله او حتى في قبل البطوله كان يجرب بيلعب 3-4-3. ما في مدربين في المنتخبات كانوا قبل حسين عموتة او في الانديه لعبوا بهذه الطريقه، وهذه طريقه لعب متقدم او متطور. ما بحكي لك انه يعني بتناسبش لاعبتنا، بس لاعبتنا ماش متعودين عليها. فبالتالي اي عمل بحاجه الى وقت، وبحاجه لوقت حتى انه يثبت على الارض. حسين عموتة لاقى مباراه، احنا انتكسنا في مباريات الوديه السابقه زي ما ذكر حتى اخوي الكابتن ماهر اسماعيل. 9 مباريات احنا ما فزنا لمباراه قطر قبل المونديال، قبل الاتحاد، قبل كاس اسيا. ومع ذلك دخلنا في بطوله اسيا بفوزين، يعني فوز وتعادل اشبه بالفوز، مع انه احنا لانه هم تعادلوا معنا. ولكن حتى اللحظه احنا ما حققنا شيء على الارض. صحيح. لازم نكون اجرينا على الارض، احنا ما حققنا اي شيء. بكره احنا نلعب، او يعني مباراتنا الجايه مع البحرين. مباراتنا مع البحرين مباراه مهمه جدا، مهمه جدا ان حتى نكمل سلسله النتائج الايجابيه. ما بدي احكي انتصاراتنا بس نتائجنا ايجابيه. مهم جدا ان على الدور الثاني نروح في نكمل ما احنا نطمح له. وبعدين احكي لك شغله، احنا في الاتحاد الاردني والشارع الرياضي يطمح الى ما بعد دور ال16. صحيح. احنا دور ال16 هذه لازم باذن الله طبعا نتجاوزها. لازم احنا ببدا التفكير من دور ال8 فما بعد. وهنا بيجي التحدي الاكبر، وهنا بيجي الرهان الاكبر، وهنا بيجي عمل المدير الفني مع اللاعبين. فبالتالي انا بحكي لك انه حسين عموتة في فتره اللي ارتيحت له هو حاول انه يشتغل بفكر معين. انا اخفق في محطات، ولكن بكل امانه الشوط، وانا بعول على الشوط الاول مع كوريا، كان شغل المدير الفني كان في شغل واضح. نعم كابتن ماهر، في حديثنا عن الجهاز الفني للمنتخب الوطني وظهور منتخبنا وخصوصا بالشوط الاول، عطفا على حديث الكابتن عصام محمود، هل بدأت المجموعه بالتأقلم مع الاسلوب الجديد للجهاز الفني للمنتخب الوطني والمدير الفني حسين عموتة؟ يعني أنا ما بعتقد أنه ال 45 دقيقة اللي شاهدناه مع المنتخب الكوري الجنوبي وقوته وشراسته في هذه المجموعة وفرض أسلوبه وشخصيته على أرض الملعب تكتيكيا وامتداد لمباراة ماليزيا، أعتقد أنه هو مش وليدة اللحظة، وبالتالي كان في عمل جبار، في تناغم، في تواصل، في ضغط، في انسجام. شفت أنا الهجمات العنترية لموسى التعمري وبكل ثقة مع يزن عمات ومحمود مرضي. المهمات والواجبات الدفاعية للمهاجمين كانت عالية المستوى، بالتالي يعني اللاعبين وصلوا لمرحلة على ما أعتقد هناك أصبح هناك نضوج على مستوى التكتيك،
بالنسبة لعقلية اللاعبين. ما أنا بدي أعلق على موضوع المدارس اللي الإفريقية تختلف تماما عن الآسيوية. احنا مع الكابتن عدنان حمد كنا نلعب في طريقة لعب وأسلوب لعب أيضا محترم يتناسب مع إمكانيات وظروف اللاعبين، وأيضا مع الكابتن حسين عموتة يبدو هناك تطوير على مستوى الأداء التكتيكي وتطوير عقلية اللاعب الأردني والانتقال من المدرسة الآسيوية الأفريقية. الأفريقية قريبة جدا من أوروبا، وبالتالي تلاحظ اللاعبين في افريقيا متجهين لاوروبا بشكل كبير، فاصبح هناك اكتساب المعرفه، اكتساب واكتساب الخبرات. دليل على هذا الكلام موسى التعمري هو يشكل حاله فرديه. موسى التعمري يشكل ارهق دفاعات منتخب كوريا، وتحديدا كيمن جاي لاعب بايرن ميونخ، وبالتالي كان موسى التعمري كان انطلاقاته عاليه المستوى، التمرير، التسديد على المرمى، ايجاد اللعب التعاوني مع المجموعه، مع يزن، مع محمود مرضي، مع علوان. شفنا في نضوج تكتيكي بين اللاعبين. هذا الشيء لم ياتي من فراغ، كان في هناك اعتقد كان هناك في عمل للجهاز الفني، له بصمه، كان له شكل واضح على مستوى الحاله الدفاعيه وعلى مستوى وانتقاله على مستوى الحاله الهجوميه مع منتخب كوريا. اتمنى مع المنتخب البحريني الثبات على هذا المستوى، وأن يكون هناك احترام للمنافس، وأن نلعب بروح قتالية عالية، وأن لا يكون هناك استهتار أو نوع من الاسترخاء في هذه المباراة، لأن المباراة حقيقة أعتقد راح تكون صعبة، لأنه أيضا المنتخب البحريني له الأحقية في بطاقة التأهل. نعم كابتن، الشرط أنت لنقطة مهمة أن نبقى على الأرض، وإحنا هون نتحدث في جانب اليوم احنا مش متشائمين ولا سوداويين، بالعكس احنا نكون واقعيين اكثر. تشعر كابتن عصام بالامس وحتى اليوم وكأن المنتخب الوطني حقق انجاز غير مسبوق، ولو ان منتخبنا استطاع ان يحقق الفوز على المنتخب الياباني، استطاع ان يحقق الفوز على المنتخب الاسترالي، حققنا نتائج كبيرة ووصلنا ايضا في النهائيات الى ادوار يعني متقدمة. ما زلنا في دور المجموعات وبتعادل امام المنتخب الكوري وفي الدقائق الاخيره، لكن تشعر بفرحه. هل نعلل هذا الشيء بان اليوم الجمهور الاردني اصبح بحاجه الى اي فرحه، ولا اليوم احنا قاعدين بنبالغ بالفرحه عطفا على تجارب مؤخره حصلت مع منتخبات عربيه؟ في كاس العالم المنتخب السعودي حقق الفوز على المنتخب الارجنتيني، احتفل وكانه حقق كاس العالم. في نهايه المطاف السعوديه خرجت من دور المجموعات والارجنتين حققت كاس العالم. وفي هذه البطوله المنتخب العراقي احتفل وكأنه حقق لقب كأس آسيا بفوز على المنتخب الياباني، وما زال المنتخب الياباني مرشح أول لأن يحقق لقب كأس آسيا. موضوع الفرح اليوم وتعاملنا مع المنتخب ونتائج المنتخب، هل بتشوفها منطقية واقعية؟ حق لنا بأن نفرح حتى لو بالأداء الجيد الذي يقدمه المنتخب الوطني، أم نبالغ في هذا الشأن؟ هذا بتعرف بيجي من دائما شعورنا احنا انه احنا اقل من الفرق اللي ذكرتها. يعني لما انت بتحكي مثلا المنتخب الياباني وبيجي العراق فاز على اليابان، فهو يعني بيقول لك انه وكانه هو شعر انه هو اقل من اليابان، فبالتالي لما حقق النتيجه الفوز فهو حقق شيء عظيم. ونفس الشيء السعوديه لما فازوا على الارجنتين، وهو فعليا يعني الارجنتين تصنيف مثلا الارجنتين والسعوديه مثلا، اليابان تصنيفها وين والعراق وين، مثلا كوريا وين واحنا وين حاليا مثلا تصنيفات. ولكن انا بحكي لك شعورك دائما بانك اقل من هذه الفرق هي اللي بيخليك انك تبالغ. انا بحكي كالجمهور، هذا جمهور والجمهور من حقه انه يفرح، من حقه انه يبالغ بالفرحه. بس اللاعبين انا بدي احكي لك، حتى اللاعبين اذا كانت يعني تقصد انه اللاعبين وفرحه اللاعبين كانوا مضغوطين ترى. يعني اللاعبين واضح الضغط النفسي اللي عليهم طول الفتره اللي فاتت. مباريات التسع مباريات تحديدا الاخيره اللي لعبوها بقياده كابتن حسين عموته ترى كانت يعني مش سهله عليهم. النتائج السلبيه اللي تمت معاهم وحصلت معاهم في المباريات السابقه كانت هذه بتأرق كل اللاعبين وبتأرق حتى شارع الرياضه والاتحاد الاردني والناس القائمين على الرياضه عندنا. هاي النتائج كانت ممكن بتحط يعني الرياضه عندنا في الاردن في مهب الريح عفوا. نعم. فبالتالي المنتخب كان اللاعبين المنتخب وجهازه الفني والاداري كانوا تحت ضغوطات شديده. فبالتالي لما كانت احنا شفنا اذا في المباراه بتركز عبد الله نصيب لما قطع كره من سون في كره في نص الملعب في الشوط الثاني وكانه يعني سجل هدف. اذا شفت الحركه التعبير اللي عمله
وهو بيشعر انه بتحدي، يعني داخل في معركه، داخل في تحدي. صحيح. هذا نوع من اثبات الذات، اثبات انه احنا زلنا على موجودين واحنا قادرين. كما شاهدتوا الاصدقاء ديالي، الشيء اللي ربما اللي ما كيعرفوهش الاخوه الاشقاء في الاردن هو ان الحسين عموته كان من الاسماء المرشحه رفقه وليد الركراكي لتدريب المنتخب المغربي الاول. صراحه الحسين عموته يعني اينما حل وارتحل، اي فريق او اي منتخب يدرب الحسين عموته الا وكتكون له بصمه في الفريق او في المنتخب. صراحة المدرب الحسين عموته عندنا من المدربين الكبار، يعني هو معروف بالخطط التكتيكية ديالو. صراحة المدرب الحسين عموته يعني غادي يكون له يعني بصمة في المنتخب الأردني، وغنشوفوا منتخب أردني منتخب قوي ينافس الكبار في آسيا كذلك وفي يعني وفي خارج آسيا. صراحة كنتمنوا حظ موفق للمنتخب الاردني في باقي المقابلات، وان شاء الله غادي تكون مقابلات يعني غادي نتمتعوا بها مع المنتخب الاردني رفقه المدرب المغربي حسين عموته. احنا في انتظار المباراه ديال المنتخب الاردني مع منتخب البحرين، وحظ موفق للمنتخب الاردني ان شاء الله ويوصل الى ابعد مدى. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم اصدقائي، كنتمنى يكون من الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش الاشتراك في القناه، الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.